كل حاجه تخص الجنزير. اول حاجه هنبدا بيها ازاي تحافظ على الجنزير بتاعك يقعد لفتره اطول ويدوم معاك وقت اطول. اول حاجه هنهتم بيها نظافه الجنزير. الجنزير ما يبقاش عليه شحم قديم، يتزيت كويس، تحافظ عليه عشان ما يحصلوش تآكل وكده. فاول حاجه هنبدا بيها هي نظافه الجنزير. تاني حاجه ودي مهمه برضو، السرعات. لازما لما اجي اتحرك بالعجله اخلي السرعات على اقل حاجه. طالما انا هبدا اخلي السرعات على اقل حاجه، زيها زي المكنه بالظبط. المكنه لما بتبدا على اقل غيار. السرعات نفس الكلام. ما ينفعش ابدا بالترس الكبير قدام وانا طالع مطلع مثلا، او وانا ماشي في طريق عادي وابدا بالترس اللي قدام الكبير. كده هيحصل ان الجنزير هيتمط معايا، والجنزير مع الوقت هيتاكل وهيبوظ. دي تاني حاجه لازم اتاكد منها قبل ما اركن العجله، ان السرعات تكون على اقل حاجه. يعني ايه؟ يعني اجيب الترس اللي قدام، الجنزير على الترس اللي قدام على اقل ترس، والجنزير على الترس اللي ورا على اصغر ترس برضه، بحيث ان انا اعمل زي استرتش للجنزير وارخيه خالص بحيث ان هو ما يبقاش مشدود، فما يحصلش فيه تآكل وكده، في نفس الوقت ما يتمطش معايا مع الوقت، واحافظ عليه اطول فتره. تاني عن الجنزير، ازاي اعرف ان الجنزير بتاعي عايز يتغير او الجنزير بتاعي اتاكل خلاص او صلاحيته خلصت؟ سهله وبسيطه، طريقه سهله وبسيطه. ازاي؟ اول حاجه هتلاقي الجنزير متشعبط على التروس، مش راكب في التروس كويس. طالما الجنزير متشعبط على التروس كده ومش راكب في التروس كويس، يبقى دي اول حاجه انه عايز يتغير. تمام؟ دي اول حاجه اعرفها ان الجنزير عايز يتغير. تاني حاجه ان الجنزير عايز يتغير، هلاقي زي صوت لأ كده في الترس. لما باجي اعمل كده معناها ان الجنزير مشدود زياده، معناها ان الجنزير عايز يتغير برضه. طب لو انا ما غيرتش الجنزير اللي هيحصل؟ لو ما غيرتش الجنزير للاسف التروس هتتاكل، وهتضطر ان انت بدل ما تغير الجنزير هتغير الجنزير والتروس، وممكن الجشمه كمان يحصل لها حاجه. فالافضل ان انت تغير الجنزير اول باول. هنطلعه كده. هنزق عليه تاني عشان يفتح خالص. بس بعد ما طلعنا الجنزير هنفكه بالراحة، نطلعه من هنا خالص، طلعه من على الجشمة، طلعنا الجنزير القديم خالص. أول حاجة هنعملها قبل ما نعمل أي حاجة خالص ونركب الجنزير الجديد، أول حاجة هنعملها إن إحنا هننضف السيستين. هننضف الكاسيت أو السيستين دوت. إزاي ننضف السيستين؟ سهلة وبطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة هنعملها هنجيب إزازة فيها شوية جاز وفرشة سنان، ونميل الطاره كده. اهم حاجه نميل الطاره لبره. ليه؟ عشان الجاز ما يخشش جوه يبوظ الدنيا جوه. هنجيب الغطا نحط فيه شويه جاز. تمام.
ونجيب فرشة السنان نحطها في الغطا في الجاز ونعمل كده. ننضف كويس بفرشة السنان لحد ما الشحم ده كله يقع. أهم حاجة إن التيست يبقى نضيف ونوقع كل حاجة. نوقع كل الوساخة دي. هتلاقي كل الوساخة اللي فيه بتقع. ننضفه كويس جدا. تمام. بس بعد ما حطينا الجاز على السيستم نجيب ميه وصابون. نجيب سفنجة وميه بصابون لحد ما تعمل صابون رغوي، وبعدين تخش على السيستم. نحاول برضو الميه بصابون ما تخشش جوه، عشان كده نفضل مميلينه كده. تمام. نغسل بالميه بصابون كويس جدا. وبعدها نجيب فرشه صغيره ونمشي الفرشه الصغيره على السيستم برضو، نحطها في الرغوه والصابون ونمشيها على السيستم عشان ننضفها خالص. انا عايز اشيل كل الجاز اللي عليه، الجاز بالشحم، اوقع الاثنين، الجاز والشحم. هلف تاني ونحط في الميه. تمام. بعدها اغسلها. بعديها انزل عليها بجاز تاني. اجيب الفرشه واجيب الجاز تاني واعملها مره كمان. ليه اعملها مره كمان؟ عشان اتاكد ان مفيش اي رواسب او اي شحم خالص على السيستم. انا دلوقتي عايز انضف تنظيف كويس عشان لما اركب الجنزير اركبه على نظافه فما يتوسخش، يبقى لسه الجنزير جديد، وفي نفس الوقت يبقى السيستم برضو اكنه جديد. تمام. شحمت، اروح جايب الميه بصابون تاني، ودي اخر خطوه، والفرشه. بعد خلصنا بالصابون هنروح جايبين ازازه ميه او اي شويه ميه، ندلق بالراحه وزي ما قلت لكم نبقى عاملينها لبره. تمام. كده نضفنا السيستم خالص، نضفنا الكاسيت خالص. سامعين الصوت طرب. تمام. خلصنا من الخطوه دي. تاني خطوه ودي الاهم، هنركب الطاره مكانها. اتاكد ان الطاره متركبه صح مكانها.
ركبنا الطاره مكانها. اللي بعدها هنجيب الجنزير القديم وناخد منه مقاس الجنزير الجديد، الجنزيرين جنب بعض كده. نفك اي تانية. تمام كده الجنزيرين جنب بعض بالظبط. نمشي مع الجنزير وكده كده هيتشال منه حته صغيره، يا اما ممكن ما يتشالش اصلا. تمام. قبل ما نركب الجنزير، خطوه مهمه قبل ما نركب الجنزير ايه هي؟ ان احنا هنيجي على الجشمه الخلفيه ونحط شويه جاز. بعد ما ننضف الجشمه بالجاز كويس، ازاي اركب الجنزير؟ هعدي الجنزير من هنا كده، تمام. واروح جايب الجزء ده كده، واروح جايب حاجه عشان اسند عليها، اروح مدخل الجزء ده كده، المسمار بتاع الجنزير هدخله في المكان بتاعه في الجنزير التاني. يدق عليه تمام ركب. تمام كده اروح جايبين الجنزير، اروح تاني. اهم حاجه بس بندق عليه في الاول، بندق بالراحه خالص عشان يشبك مكانه. تمام كده الجنزير شبك مكانه، هنبتدي ندق عليه جامد شويه. نلف الناحيه الثانيه. اهم حاجه يبقى مرتاح، يعني شوف تمام كده الجنزير ان شاء الله ركب، مش هيتفك تاني ان شاء الله. نجيب الجشمه بالراحه، نجيب الجشمه من هنا بالراحه عشان ما تتلفش، نعملها ونركب الجنزير. ونلف بالراحه. كده الجنزير ركب مكانه.